من واحنا صغيرين طلعنا وكبرنا على بعض الشعارات الرنانة اللي كبرت معانا من غير ما نفهم معناها ولا نفهم المغزى منها. ومن بعض الشعارات دي إن الأهلي فوق الجميع، وإن الأهلي النادي الوحيد اللي عنده مبادئ وأخلاق، عشان نيجي بعد سنين ونعرف ونصدق إن كل دي مجرد شعارات مجرد شعارات عشان يضحكوا بيها على الجماهير. وللأسف في بعض الجماهير خدت الكلام ده إن هو مسلم بيه وإن هو ده الحقيقة، وكأنه استغفر الله العظيم يا رب قرآن كريم. أثناء الانتخابات اللي كانت بين كابتن محمود الخطيب والأستاذ محمود طاهر، الاتنين كانوا بيتنافسوا. وقتها ظهر المستشار تركي آل الشيخ اللي معروف بانتمائه للنادي الأهلي وحبه الكبير ليه. وقتها دعم كابتن محمود الخطيب لحد ما كسب رئاسة النادي الأهلي، وبعدها تم تعيين المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي. مستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد التضامن الإسلامي الرياضي، والرئيس الفخري للنادي الأهلي. خطوة عزيزة، نورت مصر وشرفت مصر ونورت النادي الأهلي. دخولك لأول مرة وأنت رئيس شرف النادي الأهلي النهاردة بتعني إيه؟ أنا فرحان قوي إني داخل منشأة عظيمة زي هذه، تاريخ. أنا اللي سعيد وتشرفت بوجودي هنا واتفقت مع مجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب إن شاء الله على حاجات كثير إن شاء الله، مصالح الكرة المصرية إن شاء الله. نادي الأهلي قول لنا، لازم نعرف. لا هم يقولوا لك، أنا لا أنا هقول لك على حاجة واحدة بس، اللي يلعب معانا يستحمل. بعدها حصل مشكلة محدش عارف ايه هي سبب المشكلة او ايه سببها الحقيقي، وبدأ تراشق الكلام بين المستشار وبين مجلس إدارة الأهلي، ووصل بين مجلس إدارة الأهلي وبين المستشار تركي آل الشيخ للحالة دي. مشكلة اللي أنا أقدر أعتبرهم دلوقتي عصابة موجودة في إدارة النادي الأهلي. وقتها الجماهير والناس كانت منتظرة إن مجلس إدارة الأهلي يرد على الإهانات والإساءات اللي عملها المستشار للمجلس، بس تقريبا ما كانش حد له عين إنه يرد على الراجل. بس وقتها طلع لغة جديدة، لا هي إنجليزي ولا فرنساوي ولا ألماني، لغة الصمت، لغة العظماء. والغريب إن تم حل المشكلة بين مجلس إدارة الأهلي والمستشار. في إيه اتخانقوا وفي إيه اتصالحوا محدش عارف، بس المصالح بتتصالح لحد ما تيجي الواقعة التانية، وهي واقعة إمام عاشور، أو كما يحلو جمهور الأهلي وقتها إمام عاشور. كان بيلعب ماتش بين الزمالك والأهلي في فريق الشباب، وإمام عاشور بعد المباراة في غرفة خلع الملابس شتم الأهلي، شتم جماهيره، شتم رموزه، ده كان ناقص يشتم عم حارس كمان. وطبعا بعدها إمام اتوقف، وطلعوا مدعين الفضيلة والأخلاق من الإعلام الرياضي يتكلموا إزاي ده لاعب ناشئ وإزاي. وعشان تمر الأيام وتلاقي نفس الإعلاميين اللي كانوا بيهاجموا إمام عاشور هم نفس الإعلاميين اللي بيدافعوا عن إمام عاشور، بس اختلاف لون الفانلة اللي كان لابسها. يا مؤمن إمام ده شتم الجماهير، شتم الرموز، وشتم حتى رئيس النادي. والأهلي يعمل إيه؟ عمل له كوبري عشان يروح الدنمارك ويرجع تاني على النادي الأهلي. وبعد ده كله تيجي تقول لي مبادئ وأخلاق؟ تعال نقول بقى الخلاصة من القصة دي كلها. هل الأهلي غلطان؟ لا، الأهلي مش غلطان. الأهلي بيدور على مصلحته، الأهلي بيشوف هو مصلحته فين وبيروح وراه، حتى لو هيدوس على أي حاجة، حتى لو هيقبل بالإهانة، حتى هو الأهلي غلطان في حاجة، إن بيحاول يقنع الناس بحاجة هو ما بيعملهاش. الأهلي بيدور على مصلحته بس. فعزيزي الزملكاوي ما توجعش دماغك، هم عارفين قوي، لا هم عندهم مبادئ، ولو مش مصدقني روح اسأل محمد عبد الوهاب.